في آخر الأحداث اللي فاتت كنا شفنا سفينة الاستكشاف اللي كانت وصلت لجزيرة عشان يحاولوا يستكشفوها، وجوه الجزيرة القائد واللي معاه ما كانوش مرتاحين أبدا وكانوا حاسين إن في خطر حواليهم، وعشان كده كانوا مستعدين بأسلحتهم. وفي أثناء رحلتهم للأسف الليل خلاص كان قرب إن هو يجي، والمصيبة بقى إن نار الأشباح اللي كانت معاهم كانت اختفت بشكل غريب، وده معناه إن هم مش هيكونوا في حماية. للسبب ده في شاب خاف جدا وبدأ يهرب وهو في قمة الرعب، في حين إن القائد بيستوعب من اللي حاصل إن هنا غالبا ممكن تبقى نهايته، بس بيبقى عنده أمل داخلي بسيط إن هو ينجو زي ما وانج كان نجا قبل كده داخل بحر العاصفة. في الأثناء دي وعلى الجزيرة بقى الظلام بيزيد أكتر، والقائد وهو بيتحرك بيكتشف إن أي نار شبح معاهم بتطفي. بيفكر في الموضوع ده وبيحس إن ممكن يبقى في شبح قوي جدا هنا عمال بيتسلى بيهم، أو ممكن الشبح اللي هنا الدفاعات بتاعته تكون ضعيفة جدا وخايف من نار الشبح فبيطفيها. بيكملوا في طريقهم بقى، والقائد بيبقى لسه عمال بيفكر وبيحاول بس يلاقي طريقة للنجاة من الليلة الصعبة دي. وفورا هو بيكلم أتباعه وبيأمرهم يقفوا حالا، فبيسمعوا كلامه وبيلفوا حوالينه. بيقول لهم القائد احنا هنفضل ساكنين كده لحد الصبح، ولازم تكونوا حذرين من إصدار أي صوت أو أي تهور. وبعدها بيمسك مسدسه وبيأكد لهم إن هم هينجوا هنا، وبيفضل واقف مستعد بقى وبيفكر في كل الحلول اللي ممكن تنقذه. خلاص في اللحظة دي الليل الأبدي بيجي والظلام بيكتسح المكان بالكامل وبيملى الدنيا كلها. القائد بيغمض عينه بهدوء وبيلاقي أتباعه عمالين بيرتعشوا من كتر الخوف. بيقول لهم ما تخافوش من أي حاجة، وبيمسك المسدس كويس، وبيحس إن الشبح اللي موجود على الجزيرة هنا غالبا مش بيلاقي ناس كتير، فأكيد هو مش هيحب يموتهم على طول وهيعوز يتسلى عليهم بدل الملل. بس فجأة وفي الوقت ده القائد بيحس بنسمة هوا غريبة ومعاها بيتجرح في رقبته وبيفضل ينزف، لكن مش بيبقى جرح جامد بل جرح سطحي. بيتحمل القائد الموقف ده ومش بيصرخ وبيفضل هادي، وبيكون مستغرب ان هو بيتعامل عادي ومش خايف من حاجة. الرياح الغريبة دي للأسف بتتحرك من تاني، وبنلاقي ان المرة دي جزء من هدوم القائد بيتقطع، فبيستوعب القائد الموقف وبيفهم ان هم دلوقتي فريسة ومحاصرين ومش بيكون عارف المفروض يتصرف ازاي. للمرة التالتة الرياح بتتحرك برضه وبتصيب بطن القائد، والمرة دي الجرح بيكون كبير وبيخلي القائد ينزف جامد، لكنه بيستخدم مياه المسبح عشان يعالج الجرح. القائد بيكون فاهم كويس ان غالبا الشبح اللي هنا مفكره مستسلم، فللسبب ده بيستغل الفرصة وبيطلع يجري بسرعة عشان يفاجئ الشبح. ولما بيعمل كده الرياح اللي في المكان بتزيد وبتهز الاشجار بقوة، فالقائد بيقف تاني وبيستنتج ان غالبا الشبح غاضب. بيمد ايده وبيحس انه ماسك حاجة لزجة، فبسرعة مش بيضيع وقته وبيطلق رصاصة وبيحصل انفجار. الشبح بيبقى لسه بيتحرك وبينزل منه سائل على جسم القائد، فالقائد مش بيستنى وبيضرب الرصاص تاني لحد ما الشبح ده بيموت تماما. لما بيخلص عليه بقى بيطلع مياه المسبح وبيشربها عشان يتعافى من الجروح اللي حصلت له. وساعتها واحد من الاتباع بيوصل لعند القائد ده وبيسأله لو كان كويس ولا ايه. بيرد القائد وبيطمنه ان هو كمان وقتل الشبح، وبيعرفه انه ممكن يبقى في اشباح تانية موجودين فلازم يبقوا جاهزين لأي وقت للهجوم. بيرجعوا يتحركوا من تاني، والقائد بيستنتج من اللي حصل ان دفاع الشبح اللي واجهه ده كان ضعيف جدا وغالبا يقدر يموت باقي الاشباح. وعلى الحال ده الوقت بيفضل يمر لحد ما النهار بيطلع، فالاتباع بيرموا نفسهم على الارض وبيرتاحوا شوية بعد الليلة الصعبة جدا اللي مروا بيها. بعد كده بيركز القائد على الشبح وبيلاقي ان شكله شبه الاخطبوط كده، وكمان بيلاقي رمز ذهبي جنبه. بياخد الرمز ده ومش بيكون عارف هو ايه، لكن بيبقى فاهم كويس انه ممكن يطلع كنز غالي. وفجأة وفي وسط اللي بيحصل بيظهر صوت صاعقة والمطر بينزل. المطر ده كان بيخلي الحياة ترجع للأشجار والأوراق بتنمو، وبعد شوية صغيرين الجزيرة القاحلة بتتحول لجنة خضراء. كمان بتظهر رموز ذهبية في السماء، فالقائد بيقول المشهد ده مألوف، أنا شفت حاجة زي كده وقت ترقية القارة بتاعتنا للمستوى التاني. وساعتها بيتكتب إن خلاص تم الاستيلاء على الجزيرة الوعرة دي من قبل قوات يان حاكم الليل الأبدي. مباشرة لما الرسالة بتظهر بتحصل هزة قوية جدا وبيخرج من الأرض نصب تذكاري ضخم. القائد ساعتها بيجرب يستخدم تميمة التواصل بتاعته، والمرة دي بيلاقي إن هي اشتغلت، ففورا بكل حماس بيبلغ القادة الكبار بكل اللي حصل وكمان بإحداثيات مكان الجزيرة.
في نفس الوقت ده يان بيبقى موجود في قصور المدينة، ومن هناك بيقدر يشوف النصب التذكاري اللي بيخرج من الأرض وسط المنطقة القاحلة، وكمان بيشوف إن مكتوب عليه اسم قائد السفينة اللي قدر يحتل الجزيرة. بيقول يان ممتاز قوي، وبعدها بينزل وسط الناس عشان يتابع الاختبارات اللي شغالة، وساعتها النظام بيبعت له رسالة تهنئة لاحتلاله أول جزيرة نادرة، والاحتلال ده المفروض هو أول خطوة حقيقية بقى لاستكشاف باقي العالم. وفجأة بتحصل هزة قوية، هو بيخرج نصب تذكاري شبه اللي كان موجود بره المدينة، لكن المرة دي بيبقى وسطها. أثناء ما ده كان بيحصل ريكس أصلا بيجري على يان وبيقول له في حد من أتباعنا قدر يحتل جزيرة نادرة اسمها الجزيرة الوعرة. يان طبعا كان عارف المعلومات دي قبل ما توصل له، لكن بيبص بقى على الخريطة والإحداثيات على مكان الجزيرة بالظبط. بيكمل ريكس وبيطلع ورقة وبيقول له في الجزيرة ظهر نصب تذكاري، والورقة دي فيها الكلام اللي على النصب التذكاري بالظبط. بيبص يان وبيلاقي إن الجزيرة دي هي الجزيرة الخضراء، ولو راح فيها أي حد ميت فبيتم إعادته للحياة بشرط إن الجثة تكون سليمة بنسبة 30%، وكمان في شرط تاني إن الجزيرة دي ما يدخلهاش أكتر من 10 أشخاص. يان بيستغرب من الشروط لكنه بيبقى فرحان بالتأثير، عشان كده بقى عنده فرصة إن هو ينقذ الموتى عادي. بيقرر إن هو يخلي الجزيرة دي تبقى عبارة عن المقابر بتاعتهم، وبيبقى متشوق أكتر عشان يكتشف جزر نادرة تانية. بعدها بينزل وبيتمشى وبيلاقي النظام بيعرفه إن قارة الليل الأبدي ما عادتش قارة سنوية، ويقدر دلوقتي يستكشف العالم الحقيقي بالكامل. بيعرف يان برضو من النظام إن في 5 تعزيزات لقارة المستوى التاني هيدوله نقط تكنولوجية مظلمة، ويان بيكون حصل على 2 منهم. في اللحظة دي السيد بيظهر جنب يان وبيقول له النصب التذكاري ده معناه إنك اكتشفت أول جزيرة نادرة، وكده أنت هتواجه مستوى جديد تماما من الكائنات ولازم إنك تستعد. السيد بيفكر شوية وبيقول لنفسه مش معقول، العالم مع يان بيتطور بسرعة مجنونة جدا على عكس القارة اللي أنا كنت موجود فيها قبل كده. بيفهم يان إن التطور السريع ده كويس، لكن للأسف المواجهة دلوقتي هتكون صعبة جدا، وهو خايف القارة تسقط قريب. يان بيتفق معاه وبيفضل واقف ساكت شوية وعمال بيفكر. وفي الوقت ده كان كل الناس بيستخدموا التمائم بتاعتهم وبيبلغوا اللي مش موجودين بحوار النصب التذكاري اللي حصل وحفر اسم القائد تشانج عليه عشان اكتشف جزيرة. بينتبه يان لكده وبيفهم ان الكل غالبا هيعجبوا بتشانج وهيعوزوا يكونوا زيه قريب، لان تشانج في ليلة واحدة بقى مشهور وكمان غني. وحاليا يان بينتبه كمان ان الشباب اللي قدامه كلهم تقريبا عاوزين ينضموا للاستكشافات شبه تشانج. بيتحرك يان وبيطلع فوق جذع شجرة وبيبص على الخريطة كويس والقارات التلاتة بتوعه والجزيرة الوعرة. بيكون متضايق لان للأسف المسافة بين القارات بتوعه تعتبر كبيرة جدا. وهنا في مكالمة بتيجي ليان واللي بيكلمه بيقول له احنا لقينا ناس بتروج اشاعات ان انت مجرم وقتلت اهلك وكمان فاشل، بس بيطمن يان ان هم خلاص مسكوا الناس اللي بتنشر الاشاعات دي وحاليا بيستجوبوهم. يان بيتضايق وبيقول موضوع اهلي ده ماضي مظلم ومحدش اتكلم عنه خالص لانه كان انتقام قدام الجميع، ومش بيكون فاهم بقى السبب اللي خلى القصة دي تظهر دلوقتي، وبيحس ان اكيد في حد ورا كل الاشاعات دي. طبعا هو بيبقى عاوز يعرف هويته وهدفه، وبيخمن ان الشخص ده اكيد من سكان قارة الليل الابدي. المشكلة ان يان مش بيرتاح لان دايما المصايب بالنسبة له مش بتيجي حاجة واحدة بل هي بتيجي ورا بعض. وبالفعل تفكيره بيكون صح لان ساعتها بيلاقي دوامة في السماء وبيتكتب ان قارة الليل الابدي خلاص اكتشفت جزيرة نادرة، وعشان كده هيتم ازالة الحماية اللي كانت موجودة على القارة حالا. يان بيقلق جامد ومش بيبقى قادر يتصور ايه اللي هيحصل دلوقتي، وبيتفاجأ ان بحر العاصفة اساسا اختفى. بيعرف من كده ان اشباح البحر هيتحركوا ولكن في اتجاه قارة الليل الابدي بس، ووقتها هو بيشوف اشباح كتير وكمان بيشم ريحة سيئة. بيقول المفروض القارة دي كانت لسه في فترة الحماية ولما الفترة تخلص القتال كان هيبدأ. وبيقلق جدا لانه حاليا ما يعرفش الاشباح اللي جايين دول عاملين ازاي بالظبط، بس في نفس الوقت بيبقى مطمن شوية لان الاشباح دي جاية بس على قارة الليل الابدي ومفيش اي اشباح راحة لقارة العالم الجديد. بيمشي على الاسوار بقى وبيبص قدامه وبيشوف اعداد الاشباح الضخمة اللي في المية واللي بيكونوا مستنيين بس فترة الحماية تنتهي قدامهم حالا عشان يبدأوا الهجوم فورا.
بنروح بقى لجوه البحر نفسه، وبشكل غريب بنشوف تشانج بيعوم وبيصيح بقوة رهيبة. بنكتشف ان من شوية تشانج كان اتصاب، فاتباعه استغلوا الفرصة دي ورموه في البحر وانطلقوا هم بالسفينة. وقتها تشانج كان حاول يتصرف، فاتكلم في التميمة وهي في بقه وبلغ في جيانج بي ان في مئات السفن حاليا جاية ناحية قارة العالم الجديد لاحتلالها، وكان قال لهم ان السفن دي تقريبا هتوصل خلال الفجر. للأسف بسبب ان تشانج كان مصاب فوعيه بدأ يتلاشى بالتدريج، ولكنه بيبتسم لانه كان شايف نفسه ان هو الراجل الحقيقي ولازم يموت وهو مبتسم. نرجع مرة تانية بقى لجيانج بي نفسها، ويان بيبقى واقف على الأسوار وبيحس بهالة الأشباح اللي موجودة. يان عارف كويس ان الأشباح دي أقوى بكتير من جيش ملوك الشياطين، وأثناء ما كان بيفكر هوبل بيكلمه بيقول له المفروض بعد سنتين هندخل في قتال شرس جدا. يان بيقول له احنا مش بنخاف من أي قتال وجاهزين لأي حاجة عادي، وبيشاور على مدافع السماء وبيقول المدافع دي هتخلي القتال يبقى سهل جدا بالنسبة لنا. بننتقل برضه بالأحداث لعند ملك فينيقيا، واللي بيبقى بيتمشى في ساحة القصر وهو متوتر جدا، وده ببساطة لأنه بنفسه أرسل سفن لاحتلال قارة العالم الجديد. بيقعد وبيهدى وبيفكر حبة وبيقول أنا متأكد إن يان مش عاوز يدخل حرب عشان كده ما كملش هجوم علينا، ولكن برضه أنا متأكد إنه لما يتطور للمستوى الثالث هيجي وهيبيدنا بالكامل. الملك حاليا عارف إن يان مشغول جدا بموضوع بحر العاصفة ده، فعشان كده هو استغل الفرصة وبعت السفن بحيث يحتل قارة العالم الجديد وياخد نواه القارة لوحدها، ولما ياخد نواه القارة هيكثفها وهيخلي القارة بتاعته توصل للمستوى الثالث أخيرا. تقريبا في الخطة دي الملك استخدم كل الموارد اللي معاه وبنى 3000 سفينة طائرة كلهم مجهزين بالمدافع، وطبعا الهدف النهائي انه يوصل للمستوى الثالث ويروح ويهاجم قارة الليل الأبدي ويخلص عليها. في اللحظة دي بنشوف السفن نفسها بقى واللي بتكون طايرة وهي ملامسة للمية، وده عشان يحصلوا على ميزة التخفي وما يبقاش سهل أبدا إن أي حد يرصدهم. بنفهم بقى اللي حصل أكتر لتشانج، لأن قبل ما يقع في المية كده كان راكب السفينة بتاعته عادي وطاير في اتجاه العالم الجديد وهو مبسوط جدا، وكان متحمس بإنجاز المجد والشهرة اللي هيحصل عليهم بمجرد ما بيرجع. وبمرور الوقت تشانج كان عمال يتكلم مع أتباعه ومستني بس إن هم يوصلوا عشان يبدأوا الاحتفالات، ولكن هنا هو بيتفاجأ بأسطول من السفن الطائرة ومفيش أعلام متعلقة عليهم. بيقرر تشانج يتواصل مع السفن دي عشان يفهم، ولكن بيتفاجأ بشوية سفن بتندفع ناحيته للهجوم. بيستنتج فورا إن دول أعداء، فبيمسك التميمة بتاعته عشان يبلغ القيادات العليا، بس برضه بيتفاجأ إن التميمة أساسا مش شغالة، وبيفهم إن الأعداء دول معاهم أجهزة لتشويش الإشارة. اندفاع السفن بيزيد أكتر، فتشانج بيلف بسرعة للشباب اللي معاه وبيطلب منهم يخلوا السفينة بتاعتهم تهرب بسرعة، وبيبقى متضايق لأن لو سفن الأعداء دي وصلت للعالم الجديد فكده العالم الجديد هيتعرض لدمار كبير وممكن القارة بالكامل تسقط. بيفكر تشانج أكتر وأكتر وبيخمن إن أكيد الأعداء دول يبقوا من قارة فينيقيا لأن مفيش غيرها. خلاص الأسطول ده كله بيتحرك بسرعة، وأول 20 سفينة بينطلقوا بشكل أسرع من الباقي عشان يوقعوا السفينة بتاعة تشانج. تشانج بيزود أكتر من سرعة السفينة والاستهلاك كان عمال بيتضاعف، لكنه كان مضطر يعمل كده. للأسف ال20 سفينة التانيين كانوا بيطيروا برضه بنفس سرعة تشانج، ولما بيحاول يستخدم التميمة بتاعته ما كانتش شغالة لأن السفن اللي بتطارده كان فيها أجهزة تشويش بتمنعه. السفن بقى بتبدأ الهجمات بتاعتها، فبتطلق قذائف على سفينة تشانج ولكن مفيش حاجة بتصيب السفينة دي. تشانج بيفهم الموقف أخيرا وإن السفن دي جاية للغزو ولازم حالا يبلغ يان عشان دفاعات العالم الجديد مش قوية والقارة هتسقط لو تم غزوها. وقتها واحد من الطاقم بيطلع مسدس وبيقول لتشانج أنا هقتل نفسي عشان أحطم اللوح بتاعي اللي موجود عند يان، ولما اللوح يتدمر الفصيل كله هيفهم إن كده في مشكلة حاصلة. بيمنعوا تشانج وبيقول له بطل العبط ده، واتنين تانيين بيقولوا له القائد ما سمحش بنزولك من السفينة في الأول لأنك أصغر واحد فينا وقدامك العمر الطويل فما ينفعش تموت دلوقتي. الاتنين بيكملوا كلامهم وبيقولوا احنا ملناش أهل ومحدش هيزعل علينا، وموتنا ده هيخض ديان أكتر وهيبعت قوات لحد هنا. برضه تشانج بيمنعهم وبيقول لهم قصر الألواح بتاع الحياة مش هيفيدنا أبدا، وده لأننا محتاجين نقول تفاصيل دقيقة إن في غزو بيحصل. على الحال ده الوقت بيمر أكتر وأكتر والظلام بيجي، وتشانج مش بيكون شايف السفن نفسها ولكن بيقدر يحدد موقع بعضهم. بيقف على حافة السفينة بتاعته وبيتذكر زوجته وعياله اللي مستنيين رجوعه حالا وهم في قمة الفخر، وبعدها بيبص لأتباعه وبيفتكر كل اللي مروا بيه لحد دلوقتي، وفجأة بيطلع سيفه وكلهم بينصدموا لأنهم بيلاقوه بيقطع
رجله الاتنين، بيسقط على الأرض طبعا، وبعدها بيمسك شعلة وبيكوي الجرح اللي عنده ده عشان النزيف ما يقتلوش. بيكلم أتباعه ساعتها وبيقول لهم ارموني حالا في البحر وأنا هفضل أعوم لحد ما السفينة دي تعدي وهبعت الرسالة ليان، وكمان بيطلب منهم يبقوا يدفنوا رجله في الجزيرة الوعرة، يمكن وقتها يتم إعادته للحياة بتأثير الجزيرة. بيقول لهم برضو إنجاز الجزيرة ده مكتوب باسمي مع إننا شركاء، ولكن حاليا أنا اللي هموت وانتوا اللي هتاخدوا المجد بالكامل. بيفضل يعيط وبيشكرهم كلهم وبيطلب منهم بقى يرموه في البحر عشان الوقت ما يتأخرش أكتر. الشباب بيفضلوا يعيطوا برضو، لكن بيشيلوا تشانج وبيسمعوا كلامه وبيحدفوه في البحر، وبعدها بيكملوا انطلاق بأقصى سرعتهم. هنا تشانج بيحس بدوخة بسبب النزيف، فبياخد أدوية مقوية وماء مسبح عشان يفضل فايق ويقاوم شوية. التعب بيكون باين على جسمه وبيبقى حاسس ببرد شديد وألم برضه، وخلاص تشانج بيبقى هيفقد الوعي، وبيتذكر أول لقاء جمعه بينه وبين يان، وده كان وقت ما اكتشف العالم الجديد. ساعتها يان كان شكره على الاكتشاف، والأيام فضلت تمر وتشانج اتجوز وكمان خلف بنت وترك حتى لحد ما بقى قائد سفينة استكشاف. بيعيط تشانج جدا لأنه كان بيأمل بس يبقى نائب وانج، لكن خلاص دلوقتي هو هيموت. بيقرر ما يندمش، ففي الأول والآخر هو أنقذ الطاقم اللي كله شباب ويتامى، وكمان دلوقتي هينقذ شعب العالم الجديد بالكامل. وفجأة وهنا تشانج بيحس بحركة في البحر، فبيستنتج إن في شبح أو في وحش جاي ناحيته. بيلف وبيعوم بسرعة في الاتجاه التاني وهو عاضد التميمة في بقه، وهو وراه فبتبقى موجودة موجة عالية. وبعد شوية ولما بيبعد عن السفن تميمة الاتصال بتنور، وده دليل على إنها بقت شغالة. فورا مش بيضيع وقت وبيبلغ القيادات بالمعلومات كلها، وخلاص حاليا مش بيكون قادر يتحرك، فبيسيب جسمه يبقى طافي على وش البحر عشان يموت. وهنا المية بتتطاير من البحر وبيطلع قرش ضخم اللي بيبلع تشانج فورا، فبيبتسم تشانج مع انه عارف ان دي هتبقى نهايته، وبيتذكر صورته مع مراته وبنته، وبعدها الصورة دي بتنكسر قدامه وبيموت. في نفس الوقت ده بقى وعلى الجهة التانية، واحد من مراقبين غرفة ألواح الروح بيتفاجأ بانكسار لوحة تشانج. بيقوم بسرعة وبيبص عليها كويس عشان يتأكد، ولما بيتأكد بيبلغ فورا بإن تشانج مات. يان لما بيعرف الأخبار دي بيتحرك وهو متضايق جدا، وبيروح لعند تشكيل نقل، فهوبل بيجري وراه وبيحط معطف على كتفه وبيعرفه إن للأسف تشانج مات تماما خلاص. بيغضب يان أكتر لما بيتأكد، وبيقول أنا من شوية كنت بتجنب الحرب مع ملك فينيقيا، ولكن الحقير ده خلاص عاوز يموت هو وكل اللي معاه. وفورا يان بيدي الأوامر بإطلاق 14 صاروخ من المستوى ال20 على المناطق اللي هو محددها، وبيؤمر برضه بجرد كل الأحجار عشان بنسبة كبيرة هيستخدمهم كلهم، وكذلك بيدي أمر بإعادة كل الناس العادية من قارة الليل الأبدي وإرسال مقاتلين مكانهم. وخلاص لازم كل القوات تستعد عشان اللي جاي مش هيكون سهل، وبيطلع لتشكيل النقل الآني. هوبل بيفضل ساكت ومش بيقدر يتكلم، وبيسمع كلام يان وبيبعت كل الأوامر اللي يان قالها للباقي. في ثواني بمجرد ما الأوامر بتتقال الجبل كله بينور والحركة بتملى المكان بالكامل، وخلاص هما بيستعدوا عشان القتال. السيد بيظهر ليان وقتها وبيحاول يمنعه، وبيقول له احنا لسه مش متأكدين ان القوات اللي هتهاجم العالم الجديد تبقى من فينيقيا فعلا، ولو انت تسرعت وقرارك كان غلط في مهاجمة فينيقيا فانت كده هتفتح علينا جبهتين للقتال بدل ما كانت جبهة واحدة. بيقول له يان لأ، حتى لو فينيقيا مش هي اللي بتهاجم فاحنا هنستغل الفرصة وهنهاجمها برضه، لأن في الأول والآخر فينيقيا إما هندمرها أو هما اللي هيدمرونا. بيعرفوا برضو إن هو كان مر بأزمات كتيرة بدون أي إمكانيات تقريبا، وبقى فاهم كويس معنى الحرب أكتر من أي حد، وحاليا لازم العالم كله يعرف معنى غضب يان عشان محدش بس يفكر يهاجمنا تاني. بيسحب إيده بقى من إيد السيد بقوة وبيتحرك لتشكيل الانتقال للآني. السيد هنا بيكون متضايق عشان الغضب مسيطر على يان بالكامل ومخليه ناسي خطط التطوير اللي محتاجها اللي هتخليه قاتل أشباح البحر بعد سنتين. خلاص يان هنا بينتقل بقى وبيوصل للعالم الجديد، وهناك بيحط المدافع على السفن، وفي نفس الوقت كان في ناس تانيين بيحطوا تشكيلات انتقال آني على السفن. بعد كده وانج بيجمع كل طواقم السفن دي وبيعرفهم ان فينيقيا استفزتهم كتير وحتى اتجرأت على قتل واحد مهم جدا منهم، ودلوقتي هم بيفكروا يحتلوا القارة بتاعتنا، فاحنا لازم نوريهم الرعب ونقتلهم كلهم حرفيا. خلاص
اللمسات الأخيرة بتتحط للمعركة، وهي تبديل أعلام يان بأعلام قارة الشبح الأسود عشان يفاجئوا الأعداء. يان بيستنتج وبيفهم كويس إن سفن الأعداء دي معاهم أجهزة تشويش، لأن موصلوش أي أخبار من باقي طاقم تشانج. بيهدى حبة وبيقول أنا خطتي حاليا إن أنا هخلي شكل السفن بتاعتي تبقى كأنها سفن تجارية، ولكن الأعداء لما يجوا أنا هفاجئهم إن السفن دي تبقى من سفن الفصيل بتاعتي، وفي نفس الوقت الصواريخ هتضرب في نوكيا بالكامل. كل العمال بيكونوا لسه شغالين وبيحملوا أحجار الأشباح، وبيبقى باين عليهم كلهم الغضب عشان اللي بيحصل من فينيقيا مش طبيعي. على الجهة التانية ملك فينيقيا بيكون موجود عند المقابر بتاعة دولته، وبيولع بخور للأجداد وبيتمنى بس إن الحظ والفوز يحالفهم. ساعتها بيدخل تابع وبيقاطعه وبيقول له إن السفن حاليا ماشية كويس جدا، ولقوا سفينة كشفتهم لكنهم طردوها وعملوا تشويش، ولحد دلوقتي الخطة بتاعتنا ماشية بسلاسة والسفن قربت بشكل كبير من العالم الجديد. ساعتها ملك فينيقيا بيلاقي الشمس طلعت، فبيبص من الشباك وبيتساءل عن نتيجة الحرب دي هتبقى ايه. ومن هنا بننتقل بقى بالمشهد لعند قارة الشبح الأسود، واللي حاليا بقت قارة مزدهرة جدا وغنية بسبب التجارة اللي معيان. الفار المسؤول بقى عن التجارة اللي معيان ده بيروح للملك بتاعه وبيركع قدامه، بيقول له دلوقتي في 3000 سفينة من فينيقيا راحوا للعالم الجديد، واحنا مصالحنا معيان أكتر من مصالحنا مع فينيقيا، فالمفروض إن احنا نحاول نساعده. بيفتح الملك بتاعه ده خريطة العالم وبيشوف سفن فينيقيا واللي بتكون عبارة عن نقط حمراء، لكن مش بيكون قادر يشوف أي سفن ليان. بيقول الملك للأسف يان ما وصلش لأنه ما اشتراش مننا غير عدد قليل جدا من مصفوفات التصارع، والمصفوفات دي بنعرف إن قارة الشبح الأسود هم اللي بيصنعوها، وتأثيرها إن هي بتضاعف سرعة السفن بشكل كبير جدا، بس في نفس الوقت هي بتخلي السفن تستهلك ضعف الأحجار، ولكن أي حد بيتعرض عليه شراء المصفوفات دي فهو بيشتريها فورا لأنها مفيدة بشكل رهيب. الملك بقى في الحقيقة ما كانش عامل المصفوفات دي للربح منها وخلاص، لكنه كان لعب في المصفوفات دي شوية عشان لما يتم تفعيلها بتشتغل كأجهزة تعقب بالنسبة للملك، وفي النهاية بتخلي الملك يشوف أماكن السفن وتحركاتها اللي تم تفعيلها بالمصفوفات. بيخمن الملك بقى إن ممكن يان يبقى عرف موضوع التعقب اللي في المصفوفات ده، عشان كده أساسا مرضاش يشتري كتير. بيرجع الفار يكلم الملك وبيترجى بس إن هم يبلغوا يان بموضوع الهجوم المفاجئ ده عشان يكسبوا صفه. الملك بيرفض الفكرة وبيقول له احنا هنا قارة محايدة مش بنتدخل في أي صراع، وبيفهم الفار إن لو فينيقيا هي اللي فازت فمصالحهم هتسوء أكتر لما يعرفوا إن هم كانوا بيساعدوا يان، وبيشوف إن أحسن قرار حاليا يستنوا، ولو يان ما اتدمرش فهو هيقدم له أحجار كدعم عشان الأزمة اللي بيمر بيها، وبكده فهو هيكون كسب صف يان بدون ما يبقى طرف في الحرب. بيمر الوقت معانا بعد كده بقى، وسفن يان المتنكرة دي بتكون ماشية بهدوء جدا ومتحملة بالموارد عشان يبان فعلا إنها سفن تجارية. وبعد شوية هم بيقابلوا سفن أسطول فينيقيا، فوانج بيرفع إيده وبيحيي السفن دي كلها. الأعداء بيفكروا إنها سفن تجارية فعلا، وبيقولوا التجارة ما بين يان والفئران زادت في آخر فترة، وبيلاحظوا كميات كبيرة من الرز موجودة. قائد أسطول فينيقيا بيقول لهم سفن الشبح الأسود دي ما تعرفش عننا أي حاجة، وبيطلب من كل اللي معاه بس يتعاملوا بهدوء، وبعدها بيرفع إيده وبيرحب بالسفن عشان الأمور تعدي بسلام ومحدش يبلغ يان. لكن بعد لحظات القائد ده بيقف مصدوم لأنه بيستوعب حاجة. بيقول لنفسه المفروض السفن التجارية دي تبقى من الشبح الأسود وراجعين من عند العالم الجديد، بس الغريب إن السفن دلوقتي بتتحرك في اتجاه فينيقيا مش في اتجاه الشبح الأسود أو حاجة، وبيستنتج إن هم غالبا كده وقعوا في فخ يان. بالفعل في الوقت ده سفن يان بتزود الارتفاع أكتر وبيلفوا حوالين أسطول فينيقيا، وبيخرجوا كلهم المدافع اللي خلاص كان تم شحنها بالكامل. فورا المدافع بتطلق الهجمات، ومعروف إن في أي معركة بمدافع السماء اللي بيفوز هو اللي بيهاجم الأول، لأن قوة تدمير المدافع دي مرعبة. الهجمات بتنزل وبتغطي المساحة بقى اللي سفن الأعداء دي واقفين فيها، وفي خلال ثواني السفن بتتدمر واحدة ورا التانية، وبعد شوية صغيرين خلاص بيتم إبادة السفن بالكامل. للأسف الأثر السلبي لهجوم المدافع بيشتغل، والسفن بتاعت يان نفسها بتبدأ تتدمر، ولكن طبعا الناس اللي على السفن عاملين حسابهم وبيبدأوا يستخدموا تشكيلات الانتقال وبينزلوا على أرض العالم
العالم الجديد بكل سلام. يان بيفكر شوية وبيقول للأسف الحرب دي هتستهلك مني حوالي 6 مليار حجر، ولكن مش مهم أنا هقدر أعوضهم قريب. بيبقى مرتاح وبيطمن إن بعد الحرب دي محدش هيتجرأ إن هو يستفزه تاني، وده كده هيديله أمان فترة أطول ويقدر يتطور بهدوء. بعدها بيخرج التميمة وبيدي الأمر بإطلاق الصواريخ، فالصواريخ كلها بتتحرك بسرعة واللي هم 14 صاروخ نووي من المستوى ال20. الأشباح اللي في البحر بيبصوا على الصواريخ وهي ماشية وبيكونوا عارفين إنها خطيرة، ويان بيتكلم وبيقول الصواريخ دي هي أول خطوة بس في الهجوم المضاد. على الجهة التانية ملك فينيقيا بيكون لسه في المقابر وحاطط راسه في الأرض ومرعوب لأن خطته خلاص فشلت وأكيد يان هينتقم. الملك بيكون عنده أمل واحد بس، والأمل ده إن يان ما يبقاش عنده موارد كافية تخليه يهاجم دلوقتي. وكمان الملك بيبقى عنده خطة احتياطية وهي إنه يقوم بأسر أبناء فصيل يان بالكامل اللي موجودين عند القارة بتاعته. بالفعل على ساحل قارة فينيقيا أتباع يان بيبقوا محاصرين بجيش فينيقيا قدامهم، ووراهم جرف على البحر وكمان سفن طائرة. واحد من القادة بيقول لأتباع يان اهدوا بس واستسلموا، وأنا وعدكم إني هحسن معاملتي معاكم وهعيشكم أحسن عيشة. شون قائد المجموعة بيبقى مصاب هنا من المقاومة وماسك خنجره، لكنه بيبتسم على الرغم من إنه في وضع يائس وبيشتم كل أهل فينيقيا. بيقول لهم خلاص إحنا وصل لنا معلومات إن الفصيل بتاعنا دمر الأسطول بتاعكم اللي كان عاوز يعمل هجوم مفاجئ، وبيعرف الكل إن هم مش هيسمحوا بإنهم يبقوا أسرى عشان ما يبقوش ورق الضغط على يان. وساعتها بيشاور على علامة خنجر في جلده وبيقول لهم إحنا من قسم الاغتيالات وشجعان جدا ومش بنخاف حتى من الموت. بيكلم اللي معاه حتى وبيقول لهم أكيد محدش فيكم جبان وهيسيب نفسه يبقى ورقة لمساومة يان. إحنا حتى لو عملنا كده ورجعنا أحياء فعمرنا ما هنقدر نرفع راسنا وسط أهلنا بعد الخذلان اللي هنعمله. الأتباع اللي مع شون بيتفقوا معاه وبيقولوا إحنا صورتنا وكبريائنا أهم فعلا من الحياة كلها. فبيبص شون حواليه وبيضحك وبيقول تمام أنا أول واحد هنا هيضحي بنفسه. وبالفعل هو بيحط خنجره على رقبته وبيذبح نفسه عشان يموت وما يبقاش ورق الضغط على يان.